حضرتك واحنا هنا هو خلف مدينة الشهداء وامام مدينة كوثر او الفردوس، حضرتك متواجد هنا ليه؟ بيتم عمل الجسات لعدد 63 عمارة، 1512 وحدة اللي هم تبع صندوق التمويل العقاري اللي إن شاء الله المحافظة هتخصصهم للزواج الحديث. يعني المكان ده اللي احنا فيه مخصص للزواج الحديث. المرحلة الأولى من الزواج الحديث إن شاء الله، واستكمال باقي الأرض اللي أنت شايفها كده، لو اللي هي لآخر عمارة في مدينة الشهداء. كل دي الجديد عند المهندس حسن غير مدينة الزواج الحديث، عاوز تبشر بيه شباب السويس وشعب السويس ان شاء الله. المدينة الاسكان الاجتماعي اللي هي 3000 وحدة اللي تم التقديم عليها في شهر 7 و8 2014 في التشطيبات النهائية للمرافق الداخلية. اما العمارات الحمد لله تم الانتهاء منها. في بعض العمارات لان مواعيدها لسه ما جاتش بتشطب هي، وانا ان شاء الله طالع على هناك عشان اطمئن عليها برضو بصفتي المستشار للمشروع الاجتماعي. زائد ان احنا عندنا باذن الله المرحله الثالثه 5640 وحده باذن الله، واقفين زي ما وقفنا ان شاء الله. اول ما يجي التمويل المالي لل 5640 وحده هيتم البدء في التنفيذ فورا لاستكمال المرحله الثالثه. سؤال اخير حضرتك، النهارده اول يوم للبدء في مدينه الزواج الحديث؟ لا، احنا بقالنا 3 ايام شغالين. بالنسبه لينا احنا كاعلام، احنا كاعلام النهارده يعتبر اول يوم بالنسبه لنا. ده الثالث. ويمكن اول مفتاح هيتسلم امتى؟ احنا مدتنا بالظبط ان شاء الله زي ما قال اللي هو السيد وكيل اول وزاره الاسكان لقطاع التشييد والتمويل، ان خلال 9 شهور من تاريخ بدءنا يتم الانتهاء وتسليم المفاتيح بما في ذلك المرافق. شكرا يا فندم وربنا يقويكم ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ. ماشي يا فندم، شكرا.